السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلو بارد سهل وبسيط من غير وقت ولا مجهود، في ثواني هتكوني عاملاه بجد بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، وطعمه تحفة كريمي بيدوب في البُق. بجد أسهل حلو هتعمليه، حلو الشمواه بجد بطريقة سهلة وبسيطة من كتر طعامته هتعمليه كل شوية. بدون مكونات كتير، كمان بدون فرن، هينفع معانا جدًا في الحر ده، والطعم حاجة كده في منتهى الروعة. يالّا بينا نبدأ ونشوف المقادير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا 2 باكو بسكوت سادة، أي نوع بسكوت أنتِ بتحبيه، هتجيبي منه باكوين وبعد كده تبدئي تكسّريه وتبدئي تطحنيه في المطحنة لحد ما يتحول معاكِ البسكوت ناعم زي ما أنتِ هتشوفي معايا كده. هتطحنيه بالشكل ده زي ما أنتِ شايفة معايا كده، اطحنيه بقى في الكبة أو حتى في مطحنة الخلاط العادية المتوفر عندِك. بعد كده هتبدئي تضيفي عليه معلقتين كبار من الزبدة، معلقتين زبدة بتسيحيهم وتفكيهم بس على النار كده، وتبدئي تضيفيهم على البسكوت لحد ما يتحول معاكِ لقوام الرمل المبلول كده، تحسي أول ما بتضغطي عليه بيتشكل معاكِ بسرعة. بعد كده بقى أي كاسات، أطباق، أي حاجة متوفرة عندِك بالشكل ده تبدئي ترصي فيها البسكوت بالطريقة دي، ودي هتكون الطبقة الأولى معانا زي ما أنتِ شايفة كده. ولو مش متوفر عندِك زبدة ممكن تستخدمي سمنة عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة. بعد كده بقى هابدأ أضغط طبقة البسكوت كويس جدًا، هي بتتضغط معاكِ بكل سهولة، لازم أسويها وأضغطها كويس جدًا. بعد ما سويناها كويس جدًا، يبقى اركنيها على جنب بقى وتعالي بقى نحضّر الخطوة التانية. الخطوة التانية ما فيش أسهل منها، معايا كوبايتين من اللبن الحليب، أي لبن متوفر عندِك سواء بقري أو جاموسي ما فيش أي مشكلة خالص. وبعد كده بقى المكون السحري معانا في الحلو ده، وهو باكيت كريم كراميل جاهز، أي نوع متوفر عندِك. معايا هنا بيكون كيسين، كيس بودر وكيس كراميل سائل. أنا هاخد الكيس البودر دلوقتي وهابدأ أضيفه على طول على اللبن زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ أقلبه كويس جدًا لحد ما يدوب مع اللبن. في المرحلة دي أنا مش باضيف غير بس كيس البودر وأبدأ أقلبه كويس، مش هاضيف سكر ومش هاضيف أي حاجة دلوقتي. بعد كده هابدأ أرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. تفضلي قلّبي في الخليط كويس جدًا لحد ما يبدأ الخليط معاكِ يغلي. أول ما تلاقي يبدأ الخليط يغلي معاكِ ويبدأ يفور كده، هتبدئي تطفي النار. زي ما أنتِ شايفة معايا كده الخليط هنا خلاص غلي وبدأ يفور، رفعته من على النار على طول. بعد كده هابدأ أسيبه يهدى دقيقة، دقيقتين كده بس من السخونية شوية. ليه أنا باعمل الخطوة دي؟ عشان الصراحة أنا خايفة على الخلاط مش الموضوع الوصفة. فأنتِ لو أنتِ واثقة من الخلاط بتاعِك على طول ماشي، أول ما يغلي ابدئي على طول ضيفيه في الخلاط، بس أنا هنا بصراحة خايفة على الخلاط. بعد كده هنا أنا ضِفت الخليط بعد ما هدي شوية. بعد كده ضِفت عليه باكو بسكوت حوالي 50 جرام. كان الباكو ده 50 جرام، يعني لو 50، 60 جرام ما فيش أي مشكلة. باكو بسكوت بدأت أضربه كويس جدًا مع الخليط لحد ما البسكوت داب كويس واختلط بالخليط كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. وخلاص كده زي ما أنتم شايفين بعد الخليط بقى جاهز معايا، بدأت أصُبّه في الأطباق اللي أنا عاملاها على طبقة البسكوت على طول. زي بقى الخليط الكريمي على طبقة البسكوت زي ما أنتِ عاوزة، زي ما أنتم شايفين كده على حسب عدد الأطباق اللي أنتِ عاملاها، هتبدئي توزّعي الخليط. ولو أنتِ متضايقة من شكل الفقاقيع هتجيبي أي خلة سنان أو أي عصاية شيش طاووق وهتبدئي تعمليها بس كده، هتروح الفقاقيع دي خالص. أنا هنا ما عملتهاش سِبتها عادي جدًا. بعد كده هادخّله التلاجة حوالي ساعتين لحد ما يجمد معايا زي ما أنتم شايفين كده. هنا بعد ما دخل التلاجة وقعد فيها ساعتين، بعد كده هابدأ أزيّنه بكيس الكراميل السائل اللي كان مع العبوة. هابدأ بس أزيّنه تزيين بسيط، فالتزيين ده يرجع ليكِ، حابة تعملي بصوص الكراميل ده تمام، مش حاباه وحابة تعملي صوص شوكولاتة مثلًا عادي جدًا ما فيش مشكلة، زيّني بقى زي ما أنتِ بتحبي. وبكده خلاص الحلو بتاعنا بقى جاهز زي ما أنتِ شايفة كده، ما خدش مننا دقايق وكان خلصان. بجد حلو جدًا وبينجز جدًا، كمان لو جاي لِك ضيوف وعايزة تعملي حاجة سهلة وسريعة وما تقفيش في المطبخ كتير، وكمان بدون فرن، وما فيش مكونات كتير ولا خطوات كتير. بجد يا جماعة طعمه روعة، كريمي كده بيدوب في البُق وطعمه تحفة. وأحسن حاجة فيه إنه سهل وسريع، وكمان الطعم في الآخر هيعجبِك جدًا، ومن كتر حلاوته ممكن تعمليه كل شوية. بجد يا جماعة الطعم خطير جدًا، جدًا. وعايزة أقول لِك كمان إنِّك تقدري تعمليه على شكل كيكة في قوالب الcheese cake، هنعمل نفس الخطوات وهيطلع معاكِ على شكل كيكة، تبدئي تقطعيه على شكل مثلثات كده، برضه بيكون شكل جمالي حلو جدًا. فأنتِ اختاري اللي يريحِك واختاري الطريقة اللي تعجبِك. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير.